السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال وصحة وسعادة يا رب دايما. طبعا في منكم كتير بيفكر دلوقتي إن هو يشتغل في البط وينزل بط عشان دورة رمضان، لأن يعتبر رمضان ده الموسم بتاع البط يعني. إحنا طبعا عايزين إيه، أنا هفكر معاكم كده شوية وإنتوا ليكوا برضو الحق إن إنتوا إيه تختاروا وشوفوا أفضل نوع هينفع معاكم. أنا هقول لكم على مميزات كل نوع وعيوب كل نوع، وانتوا بقى ايه اختاروا بقى وشوفوا ايه الافضل والانسب ليكم، ايه افضل نوع وانسب نوع ليكم. اولا انا هتكلم معاكم على البط الفرنساوي اللي هو البيور اللي عندي ده. طبعا اقول لكم مميزاته وعيوبه. مميزات البط البيور، دورته بسرعة سريعة جدا، يعني من 50 ل60 يوم. طبعا في ناس بتبتدي تطلع من 45 يوم، بس الأفضل من 50 ل60 يوم. البط البيور ده يعتبر مناعته عالية جدا. طعمه حلو، طعم البط بيور حلو. والصوت العيب بتاعه صوته العالي يا جماعة. أنا قلت لكم أكتر من فيديو، أنا دايما بنزل على طول في كل دورة، بس صوته عالي. وبالنسبة لحكاية الدهون، هو فيه نسبة دهون عالية، بس صراحة الطعم بيغطي على حكاية الدهون. الوزن بتاعه بيوصل من 3 ل4 كيلو لو سيبناه لحد 60 يوم، أو 3 كيلو و800 جرام. تمام، يبقى كده بيوصل 3 كيلو إلى 4 كيلو. ده وزن البط البيور. هندخل بقى على ايه البط المولر. البط المولر ومميزاته. هنشوف بقى ايه البط المولر ده يعتبر بيكبر بسرعة برضه وبيشيل لحم لحد 7 كيلو. المولر بيشيل لحم لحد 7 كيلو، بس دورته ما تقلش عن 90 يوم. المناعة بتاعته برضو كويسة. نسبة الدهون بتاعته أقل شوية من البيور، وملوهش صوت، يعني مش زي البيور ليه صوت ده، لكن المولر ملوهش صوت. عيوبه بقى، طعمه مش أحسن حاجة، طعمه مش قد كده يعني. وعقيم، يعني ما بيصلحش للإنتاج، ما بيبطش يعني بمعنى أصح. والأكل بتاعه أكله كتير، بيستهلك علف كتير. ندخل بقى على البط المسكوفي. البط المسكوفي بقى دورته 120 يوم. ناخد بالنا يا جماعة من حكاية الدورة، عشان ايه طول الدورة وكده، عشان لو هتجيبوا رمضان يبقى دورة البط المسكوفي 120 يوم. بياخد وقت في التربية بتاعته. بيشيل وزن عالي، برضو مناعته ضعيفة، يعني ده عيوبه، مناعته ضعيفة والأمراض بتاعته ومشاكله كتيرة. بس صراحة طعمه كويس، يعني طعمه جميل. والدهون قليلة، نسبة الدهون عنده قليلة، واللحمة بتاعته حمرة ومسكرة. ده البط المسكوفي. يبقى البط المسكوفي دورته 120 يوم، ده كويس جدا يعني لو احنا نبتدي نشتغل فيه. هنيجي بعدين على نتكلم عن البط بقى البلدي. البط البلدي برضو دورته طويلة 150 يوم، برضو بطيء في النمو بتاعه، والمناعة بتاعته برضو ضعيفة. الوزن وسط، النتاية بتاعته يعني ممكن لا تزيد عن 2 كيلو، ما تزيدش عن 2 كيلو. الذكر ممكن من 3 ل4 كيلو. بياكل كتير. طعمه أحلى أنواع البط، مفيش كلام يعني، مفيهوش دهون. وبيصلح برضو ده للتربية وللإنتاج. اديني قلت لكم كده على
يعتبر كده ايه انواع البط كلها، وانتوا ليكوا حق الاختيار وتشوفوا مدة الدورة وايه اللي هينفع معاكم. يا ريت كده النهاردة تكونوا استفدتوا كده من الفيديو، ولو استفدتوا وانتوا اول مرة تدخلوا ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، وتدخلوا كده تصلوا على النبي في كومنتات وتسألوني لو في اي سؤال وانا هرد عليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، وانتوا بإذن الله تكونوا في صحة وسعادة وستر يا رب دايما. واقول لكم كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.